بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة تحل بها العقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وصحة وسعة رزق ورضا. احنا هنا كنا واخدينكم معانا. كنت انا وبنتي، كل واحدة فينا على حدة كانت خارجة مع اصحابها، وطبعا الخروجة باظت، فحبينا نخرج مع بعض عشان ما نضيعش اليوم، وخرجنا كصحاب وكنا بندردش على ازاي نختار اصحابنا. ولادي لما كانوا في ابتدائي كان عندهم مشاكل مع الصحاب، كل يوم كانوا بيجوا. دي ضربتني، دي شدتني من شعري، دي مش عايزه تلعب معايا، دي بتقولي انا مش هلعب معاكي انا عشان صاحبتي مش عايزه تلعب معاكي، دي قالت لي العبي معايا بس ما تلعبيش مع فلانه علشان انا ما بحبهاش. كان عندي مشاكل عجب في حضانه وابتدائي. شفنا مشاكل اظن كلكم مريتوا بيها، واظن يعني ان دي كانت سمة عامة عند الولاد في السن الصغير ده. لما ابتدوا يكبروا شوية وابتدى الأمور تتظبط مع أصحابهم لحد 6 ابتدائي نوعا ما، كان ابتدوا يبقى عندهم صحاب وابتدوا ان هم وكانوا صحاب كويسين جدا مع بعض وتمام. جينا في فترة إعدادي بقوا يقولوا لي احنا كأننا ما نعرفش صحابنا، صحابنا راحوا فين. الولاد كانوا كيوت قوي في ابتدائي وصغنطتين كده، دخلوا اعدادي كل واحدة فيهم حاسة ان هي كبرت ومش وعايزة تتعامل كأنها كبيرة. فكانت مأساة بجد، انا عانيت منها مع ولادي جامد قوي. لاني هم اوقات يعني بيعملوا كوميونيتي مع بعض، اللي تبع فرقة BTS يجوا هنا، واللي تبع ايه حاجة في الكرتون الانمي كان اسمها ايه، اوتاكو باين، يجوا هنا، واللي مش عارفة ايه يجوا هنا. وكانت مأساة. انا صحابي، انا ولادي حرفيا كان عندهم معاناة في اعدادي مع الاصحاب، وازاي ان هم يبقوا عندهم يبقوا صحاب عاديين، اللي هم الناس العادية، اللي شبهنا ما كانوش لاقيين ومش عارفين صحابهم راحوا فين. هم بس اسامي، بس شخصيات مختلفة. انا كان عندي وجهة نظر، انا كنت بقول ان البنات في السن دوت مثلا رابعة، خمسة، ستة، اولى اعدادي، وبالذات لو كان جسمهم صغير بس خلاص هم بيبتدوا لا انا كبرنا، عايزة اقلد الكبار. لو كان هم حجمهم صغير فالاهالي بتشوف ان هم لسه صغيرين، ما بتاخدش بالها ان المفروض خلاص هي بتبتدي تكبر، اللبس المفروض بيتظبط، يبتدوا يلبسوا حاجات حتى لو جسمها صغير بس تلبس، تعودها ان هي تلبس حاجات محتشمة، حاجات محترمة. ما ينفعش بقى القصير قوي، العريان قوي ده. انما هما الاهالي بيشوفوا ان لا انا بنوتي لسه صغيره ولسه الكلام دوت وجسمها لسه صغير، والبنت بتبقى عايزه تحس ان هي كبيره، فبتبتدي بقى تتعامل بجراءه شديده قوي. للاسف في بنات بيصاحبوا في السن دوت، بيحطوا كيلو مكياج وهم خارجين، سواء بمعرفة بقى الأهالي مش بمعرفة الأهالي، بس ده اللي بيحصل فعلا. بيبتدوا يقولوا كلام جريء، في منهم بيبتدوا يشتموا زي الولاد وشايفين ان هي كده ابتدت تكبر وان عايزة الفت النظر. فكانت فالمرحلة دي بجد كانت معاناة في حياة ولادي. كانوا بقى يجوا يقولوا لي احنا مش لاقيين حد نصاحبه، وانا اقول لهم مستحيل، كل مكان فيه وفيه هتلاقي المحترمه اللي طالعه من بيت محترم اللي الكلام دوت ما ينفعش معاها. اه يا ماما فيه، بس دمهم تقيل، بيقفوا لنا على الواحده، مش ظراف ولزاز وبيضحكوا، التانيين بيضحكونا اكتر، بس احنا متضايقين ان هم بقوا يعملوا كده. طب خلاص احنا هنتكلم معاهم بس هنقول لهم كده ما ينفعش. وطبعا انا اقول لهم ما ينفعش، الصاحب يا جماعه ساحب، الصاحب يا يشدك لفوق يا يزقك لتحت، دي حاجة معروفة. وصاحبي اللي شبهك بدل ما انتي تبقي شبهها. قعدنا كده فترة لحد ما وقلت لهم لو انتوا مش لاقيين صحاب ما تصاحبوش، اكتفوا، انتوا عندكم مش لازم في المدرسة تصاحبوا، عندكم تمرين بتروحوه، عندكم قرايب بتروحوها، عندكم صحابي انا بناتهم شبهكم، مش لازم بقى الصحوبية تبقى في المدرسة. ولكن كانت برضو معاناة لفترة ما من حياتهم، مش هنكر، لحد ما ابتدوا قلت لهم انتوا نفسكم هتلاقوا اللي يصاحبكم، هتلاقوا بنات زيكم بيدوروا ان هم برضو مش لاقيين، فانتوا حاولوا تصلحوا من نفسكم علشان تلاقوا اللي شبهكم. المهم انا حابة يعني اتكلم عن الموضوع ده النهاردة،
لو اي بنت بتسمعني في سن دوت، ايه هي الاسس اللي انت بتختاري عليها صحابك؟ ولعله لو واحده بس استفادت انا هكون كده راضيه. الصداقه فعلا مهمه في السن دوت، السن اللي انت بتبتدي بتتكوني فيه، وبتكوني افكارك فيه، بتكوني شخصيتك فيه. انت محتاجه حد في نفس سنك. انا صاحبه، انا ولادي صحاب. اختي، مثلا انا اختي الكبيره صاحبتي بس الفرق ما بيننا 10 سنين. ماما صاحبتي بس الفرق ما بيننا كتير اجيال. انا محتاجه حد اشكي له احزاني اللي هو احنا بنشكي لبعض احزاننا اللي احنا متفقين مع بعض فيها. كدراسه، كمواد، كمدرسين. انا محتاجه حد يكون في نفس الخندق معايا، اشكي له يا جماعه اللي انا يعني بمر بيه، ويكون هو معايا فاهم مش لسه هشرح. طيب تمام، وانا معاكي وجدا جدا جدا الصحوبيه مهمه جدا. بس زي ما قلنا الصحاب بيأثروا فينا وبيأثروا فينا جدا. لو صاحبتك حد بيفكر صح ومحترمه بتحب الخير، غالبا هتتأثري بيها وهتبقي شبهها. لو العكس برضو هتتأثري بيها وهتكوني شبهها. زي ما قلنا يا صحاب يا بيشدونا لفوق يا بيزقونا لتحت. طب اختار صاحبتي ازاي؟ عندنا اول حاجة هختار عليها صاحبتي القيم والاخلاق. هي بتحترم نفسها ولا لأ؟ بتحترم اهلها ولا لأ؟ كلامها نظيف ولا دايما بتحب تشتم وتغلط وتتكلم عن الناس؟ في بنات بيغلطوا جدا في ابوهم وامهم واخواتهم واهلهم، وبيتكلموا قدامك بطريقه بتنتقص منهم جدا، ودايما في كلامها بتلاقي شتيمه وتلاقيه غلط وبتلاقيه بتتكلم على الناس من غير اي حرمه. طبعا دي تهربي منها جدا خالص يعني. تاني حاجه هنقوله الصدق والوفاء. لما بتيجي بتحكي لها حاجه بتفضل سر، ولا لا اله الا الله بتعرفها؟ وما تقولوش ما تعرفوش، لا، البنات في السن ده بيبقوا عارفين ايه الحاجات اللي المفروض ما تتقالش. بيبقوا عارفين انا صاحبتي الكلام ده اقوله ولا لا، بيبقوا واعيين جدا. على قد سنهم وعلى قد المرحله دي في حاجات هم ما بيحبوش حد يعرفها عنهم. فبالتالي لو انت قلت لها حاجه زي كده هي هتبقى عارفه ان انت برضو مش حابه ان حد يعرفها. فهل هي بتطلع سرك بره ولا لا؟ طب لو حصل لك حاجه حلوه بتفرح لك ولا بتحسي منها بالغيره والمنافسه؟ يبقى الصدق والوفاء دي تاني حاجة احنا بنختار علينا اصحابها. تالت حاجة بقى الاحترام. بتعاملك ازاي؟ بتحترمك انتي وبتحترم رأيك ولا بتسخر منه؟ بتسمعك ولا انتي بتتكلمي وهي بتعمل اي حاجة تافهة كده وما بتسمعلكيش ولا بتديكي احترامك؟ بتتحكم فيكي ولا لأ؟ بتضحك عليكي قدام الناس ولا لأ؟ لو هي بتحترمك تسمع رأيك، يبقى كده خدت 3 حاجات اهو. ان هي قلناها ايه، هي اخلاقها كويسه وهي وفيه وبتحفظ السر، وفي نفس الوقت بتحترمني انا كشخصيه. مش عشان احنا سننا صغير يبقى احنا مش محترمين، لا بالعكس. المحترم محترم من صغره، وصاحبتك لو ما احترمتكيش يبقى قلتها احسن. تالت حاجه بقى، بتديكي طاقه يا بنت الحلال ايجابيه ولا سلبيه؟ يعني لما بتقعدي معاها بتحسي ان بقيتي احسن، ولا بتقومي حاسه انك ضايعه ومشتته وهي بتشتتك في 100 حاجه وبتديكي طاقه سلبيه وانتي ما بتستفيديش اساسا منها حاجه غير ان انتي بتبقي قعدتي معاها وقمتي اسوأ من الاول؟ لو هي كده يبقى مش هتفيدك في حاجه، بالعكس دي هي هتنقص منك. خامس حاجه بقى اللي هي احنا بنقوله ان الارواح جنود مجنده ما تعرف منها ائتلف. يعني ايه؟ الواحده بتحب اللي تفهمها من غير ما تشرح كتير، اللي تحسي بيها وبتسندها من غير شروط، بتحتويها زي ما انا هحتويكي وافهمك، ومش لازم افضل اشرح نفسي كتير ليكي. انتي بتفهميني وانا بفهمك، يبقى خلاص احنا كده خدنا ال5 معايير ونقوله بسم الله الرحمن الرحيم كده، ودي تبقى صاحبة وسند ليا وانا صاحبة ليها وسند ليها وتمام. اما انواع الصحوبية اللي هبعد عنها فورا، زي ما قلنا البنت اللي بتضحك الناس عليا وبتنقل الكلام، لانها زي ما نقلت كلام ناس ليا هتنقل كلامي لناس تانية. البنت اللي بتضغط عليكي عشان تعملي حاجة انتي مش مرتاحة لها، ومش مرتاحة لها حطي تحتها 1000 خط.
دي طبعا تبعدي عنها تماما، وما تقوليش هي مره وخلاص، ولا انا هسمع كلامها عشان ما بقاش بقى خنيقه ومش عارفه ايه. لا، دي تبعدي عنها تماما، ان مره مع مره مع مره هتتنزل. وفي بنات على فكره في الاول انت بتشوفيها بتلاقيها قمه بقى في الاحترام والادب ومش عارفه ايه، تمثيل طبعا لحد ما انت تبقي صاحبتها، وفي الاخر بتظهر على حقيقتها. يعني بتكوني رايحه درس جديد، بتكوني رايحه مدرسه جايه المدرسه جديد، او نقلتي من مرحله لمرحله، والبنت بتلاقيها كويسه في الاول، وفي الاخر واحده مع واحده مره مع مره كده بتحاول ايه تقلل منك، بتضغط عليكي علشان تبقي زيها. طبعا ده مرفوض تماما، ابعدي عنها واجري بالمشاوير. البنت اللي دايما بتقلل من شكلك او من لبسك، او بتديكي طاقه سلبيه، بتخليكي مش واثقه في نفسك من حاجه خالص، دي تبعدي عنها، لانها دي بتبقى غيرانه منك بس ما بتبينش، بتبقى منفسنه زي ما بنقوله وما بتبينش. البنت اللي بتتنافس معاكي طول الوقت، وطول الوقت بتقولك انا مش بقول بقى تنافس دراسي وانا ذاكر وانتي تذاكري عشان نشجع بعض، دي حاجه مطلوبه، لا، بس بتتنافس معاكي في كل حاجه. انتي عملتي حاجه تيجي تاني يوم تلاقيها نفسها عملت نفس الحاجه ومزوده عليها، بتحطك في منافسه على طول، دي هتتعبك هتستنزفك. اهربي يا ماما منها، اهربي يا حبيبتي منها. العلاقات دي والله بتبقى مؤذيه، حتى لو فيها ضحك وهزار وانتي بتبقى القعده خفيفه في وسطهم، لا، بس في الاخر انتي اللي هتتوجعي لما تتخزوقي منهم. اسمعي مني. طب انا لو مش لاقيه صاحبه كويسه، او مش لاقيه صحبه او صحاب او شله اكون فيهم، اسمعي كده وركزي معايا. مش لازم يبقى عندك 10 صحاب على فكره، والله لو واحده بس تكون جدعه محترمه احسن من شله كلها على الفاضي. طب انا مش لاقيه دلوقتي في الفتره دي، انت مش لاقيه، مش شرط ان انت هتفضلي مش لاقيه على طول على فكره. انت طول ما انت ماشيه في حياتك انت بتروحي اماكن، استغلي الوقت ده على نفسك. شاركي في نشاطات، اعملي حاجه بتحبيها، اقرأي، ادخلي كورس، وهتلاقي، هو كده كده هتلاقي. لاني الصداقه برضو مش دايما طول العمر، في ناس بتدخل حياتنا، احنا بندخل حياه ناس وبنخرج وبيخرجوا، ده طبيعي على فكره، وما تزعلوش لاني انا بشوف بناتي حبايبي بتأثر فيهم قوي الموضوع ده. لو واحدة بدأت تتغير وبتبعد عن طريقك أو بتأذيكي، يبقى أحسن سيبيها وحافظي على نفسك، عشان مش لازم الصداقة تكمل. كل حاجة في الدنيا لها ليميت معين وبعد كده بتروح. حتى الصداقة، الإنسان نفسه له عمر افتراضي وبنموت، فمش كل حاجة مكملة معانا. يا رب، يا سلام، يا رب صداقة تكمل معانا طول العمر، بس لو ما كملتش مش هنقطع شراييننا يعني. طب ازاي اختبر الصداقة؟ اعملي كأنك بتحللي العلاقة، يعني هي بتتكلم عني كويس قدام الناس ولا لأ، بتقف جنبي وقت الزعل ولا لأ، بتفرح لي ولا لأ، بتتنافس معاكي وتقلل منك ولا لأ. لو لقيتي العلامات كويسة كملي، لو لأ خليكي شجاعة وخدي القرار ومش هتندمي. اللي هيندمك ان انتي تأمني لحد وبعدين يطعنك. مجمل كل ده بقى، حابة اقولك كوني الصديقة اللي تحبي تلاقيها. اكتر حد هيجذب اصحاب كويسين ليكي انك تكوني المعروفة بالبنت المحترمة الصادقة اللي بتحب الخير. خليكي زي ما تحبي صاحبتك تبقى، ولما تلاقي واحدة شبهك حافظي عليها وكوني سندها. إيه، ويا ربنا يرزقكم كلكم بجد، والله ادعوا كتير ربنا يرزقكم صداقة لناس شبهكم، ناس تكون محترمة، وتكون صداقة محترمة وأمنة وحقيقية. استنوني تاني في كلام مهم وانا بتوه. احنا هنا كنا تايهين على فكرة، او بداية اليوم ان احنا كنا بندور على محل البن فكنا تايهين، فحبينا نشارككم التوهة معانا. احنا كنا بنتكلم كلام مهم واحنا عمالين تايهين في الشوارع يعني، بس كان يوم والله فعلا ظريف. حاولوا تجربوه مع اولادكم، وحاولوا تعرفوا دماغهم فيها ايه هم. ربنا يبارك في كل أولادنا يا رب ويبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومش هوصيكم، لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب واعملوا كومنت لطيف، ولو حابين تشاركوا فشاركوا مع أصحابكم، هكون ممتنة لكم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.